البياع بين شقي الروح، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. أستاذ محمد صحي من النوم عنده مشكلة مادية كبيرة، مراته بتقول له احنا هنعمل ايه في المشكلة دي؟ انت نازل ورايح الشغل وسايبنا، انت هتوكسنا اكتر ما احنا موكوسين، انت هتضيعنا. فالراجل نزل الشغل عمال يفكر في كلام مراته وعمال يفكر في المشكلة اللي مصدره له ان ملهاش حل، فقعد في الشغل حاطط ايده على وشه مش عارف يشتغل. بالتالي ميعاد الشغل خلص، رجع البيت بدل ما هو معاه مشكلة 100% بقى معاه مشكلتين: مشكلة البيت الأساسية ومشكلة إنه ما اشتغلش النهاردة وما عملش أي إنجاز. أستاذ أحمد عنده نفس المشكلة بالظبط، صحي من النوم عنده نفس المشكلة المادية، لقى تليفون جايله: أخبارك؟ صوتك ماله؟ قال له والله عندي المشكلة الفلانية. راح قالوا له احنا واثقين فيك، انت ياما مريت بمشاكل زي كده، انت ياما مريت بحاجات اصعب من كده وحلتها، احنا واثقين في ادائك، سيبها على الله، اعمل اللي عليك والنجاح جاي. استاذ احمد راح الشغل، جاب كوبايه الماتشا الجميله ونزل الشغل، غير موده، رمى المشكله بتاعت البيت على جنب، بدا يفكر باتزان. هوب راح تم الديل ورجع البيت بوعد ان المشكله اتحلت. اللي عايزين نقوله ايه من الموضوع ده؟ دورة حياة البياع عبارة عن شوية كلام وتأثيرهم عليه، بمعنى ان هو حاول يبيع بيعة، العميل قال له ايوه، هوب نفسيته بقت في السماء لان تأثير كلمة ايوه عليه كان عبقري. بياع تاني حاول يبيع بيعة، العميل قال له لا، فتأثير لا عليه سنة احباط، يفرق من بياع لبياع. المهم في الاخر ان هو اكيد تأثير مش كويس. ده اللي احنا بنقوله، ان الفرق بين الطاقة الايجابية والطاقة السلبية مؤثر جدا في حياة الموظفين، وخاصة في مجال المبيعات لان هو كله مبني على الكلمة. فلو انت عندك في شركتك بياعين عايز تطلع احسن ما فيهم، خلي دايما ايدك ورا ظهره، تسنده او تزقه لقدام. بلاش تتبع اسلوب انت قصرت، انت عملت، انت سويت، انت ما بعتش، التارجت راح. الكلام ده كله اكيد بنسبة 1,000,000% مش هيودي لنتيجة كويسة. مع المعظم استثنوا الناس المحترفة اللي بتعرف تفصل. اما اللي اكيد بنسبة 1,000,000% لو انت دعمت وزقيت هتلاقي تأثيره بيصب عندك انت الاول كمدير او كشركة، ان الناس دي حققت تارجتها ولان انت ساعدتهم. وانا شخصيا حصل معايا الكلام ده، كان مدير ربنا يبارك له بيدعمني وبيبعت لي رسائل مع زمايلي يقولوا لي ايهاب كمل، فكنت حاسس ان لا في امل. اللي عايزين نقوله من القصه دي، لو ما حدش اداك طاقه ايجابيه اصنع لنفسك طاقه ايجابيه، لان هي دي اساس الموضوع. ولو حليت مشكله الشغل انت هتحل كل مشاكل البيت. مشكلة البيت لو أثرت على الشغل انت هتخسر الاتنين. فبلاش تتوتر، وكلنا عندنا مشاكل، بس الفرق بين اللي بيعرف ينجو واللي بيغرق في بحر مشاكله ان في واحد فصل ونزل شغله، قدم لنفسه دعم نفسي او تقدم له دعم نفسي من الشركة، فبالتالي بدأ يحل المشاكل حاجة في حاجة ووصل لبر الأمان. أما اللي أثرت مشكلته ونزل شغله رايح وهو شايل على كتفه هم مشكلته، وهو رايح أصلا وهو مهدود حيله، مش هيأدي. ادعم نفسك ودور على الناس اللي بتدعمك، وابعد عن الناس اللي بتأذيك أو بتصبطك أو بتعمل لك إحباط، علشان دول أخطر عدو ليك في الحياة.